حبايبي ألف مليون هنا والشفا. وزي ما انتم شايفين كده خلصنا الشريك بألف مليون هنا والشفا. شايفين الأشكال، ومش هفكركم تاني إن هو بدقيق حبة كاملة. يعني شايفين الشكل، بصوا الطراوة، شايفين الطراوة اهو شايفين الطراوة اهي. يعني أي حد هياكل منه مش هيصدق أصلا إن هو بدقيق حبة كاملة. زي ما انتم شايفين الشكل ده. احنا ورينا لكم شكل الدنش، وهو حطيت عليه وردايه. شايفين الشكل ده؟ والله ما هتلاقوه غير عند قناه سر وصفه ماما. ألف مليون هنا والشفا. زي ما انتم شايفين عملنا شكل الورده للي حابب، وانا وريتكم برضو الطريقه اللي حابب. ادي شكل الورده. وعملنا برضو ضفاير. طبعا الضفاير مفيش حد ما يعرفش يضفرها. تمام. شايفين بألف مليون هنا والشفا. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد باذن الله، وتفعلوا الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين ونكبر بيكم ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين برضو انا وريتكم اللي شكل البغاشه. شايفين؟ بصوا الطراوه اهو. ألف مليون هنا والشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في قناة سر وصفة ماما. ان شاء الله باذن الله النهارده هنعمل لكم برضو حاجة بسيطة من المعجنات، لان هي بتنفعكم بتنفعنا كلنا بصراحة، عشان اللي معاه اولاد وقلنا رايحين رحلات، رايحين اي حاجة بتنفعنا في البيت، فطار عشاء بتنفعنا. فدلوقتي هبدأ معاكم في المقادير. انا معايا كيلو دقيق حبة كاملة. تمام، كيلو دقيق حبة كاملة. طيب ومعايا معلقة كبيرة، معلقة ونص خميرة فورية. تمام. 3 بيضات. تمام. والفانيليا طبعا معاهم. ومعايا كوباية الا ربع سكر. عايزة تحط كوباية تمام، بس عشان احنا كده بنحشي بجبنة ينفع يتحشي، فانا مش هسكره قوي. اللي عايز ياكل مسكر تمام، اللي عايز يحشي تمام. كوباية الا ربع سكر، كوباية لبن، وكوباية زيت على سمنة او زيت على زبدة، تنفع الاتنين. تمام كده هي المقادير. وهنحط ذرة ملح. تمام. وهنشوف الدقيق يحتاج مننا سوائل تاني ولا لا. اهم حاجة ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، وتشيروا الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين ونكبر بيكم ان شاء الله. وهنبتدي دلوقتي. هاخد المكونات السائلة كلها، هاخدها مع بعض اهي. ادي اللبن، وادي السكر. تمام. وهحط معاهم البيض، وبعد كده اقلب كله على بعضيه، المواد السائله مع بعض اهو. هفضيهم انا واكسر البيض واقلبهم وارجع لكم. حبايبي زي ما انتم شايفين كده انا حطيت كل المواد السائله على بعض. تمام. وبقلب عشان عايزه السكر يدوب في المواد السائله. تمام. ده مقادير الشريط. تمام. ده مقادير الشريط. تمام. فزي ما انتم شايفين كده انا هفضل اقلب برضو وهرجع لكم. وفي نفس الوقت هحط الخميره تمام على الدقيق واقلب المواد السائله واحطهم على بعض. هوريكم برضو معايا، خليكم معايا. طيب زي ما انتم شايفين انا قلبت الخميره تمام في الدقيق زي ما انتم شايفين كده معايا. انا اما فضيت المواد الدهنيه ما فضيتهاش كلها، خليت حبه معايا زي ما انتم شايفين. هوريكم الحبه دول انا هعمل بيهم عشان يطلع معاكي الشريك حاجه طعمه يعني ملوش حل. بسم الله. انا كده حطيت المواد السائله كلها على المواد الجافه. تمام. هعمل هبتدي اعجن دلوقتي. بسم الله. برضو هعجن وارجع لكم هقول لكم هي احتاجت مني سوائل تاني ولا لا. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين انا حطيت لهم كده نص كوبايه لبن، وبرده هعجن واقول لكم اخدوا مني قد ايه بالظبط. تمام. عشان اكيد هنحط ميه، فهقول لكم اخدوا معايا قد ايه بالظبط، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. تمام. خليكم معايا هعجنهم واقول لكم. حبايبي زي ما انتم شايفين انا رجعت لكم. تمام ماشي. هي بتلزق. تمام. بس انا عايزه ولا عايزه دقيق ولا عايزه ميه. هي كده يعتبر خدت معايا كوبايه لبن على ميه تاني زياده على المقادير اللي قلت لكم عليها، عشان انا قلت لكم كل عجين بيختلف عن التاني. تمام. يبقى خدت معايا اللي عايز يحط لها كوبايه ميه تمام، عايز يحط لها كوبايه لبن تمام. تمام. دلوقتي انا بعجنها. هي دلوقتي مش عايزه مني اي حاجه تاني. طب انت مش كنت مخليه حبه زيت على سمنه؟
هوريكم انا هحطها امتى. بعد ما اخلص عجن هفضل اعجن فيها 10 12 دقيقه، وبعد كده في اخر حته هروح ضايفه لها حبه الزبده دي او حبه ايه الزيت على السمنه اللي انت عايزاه، الماده الدهنيه. تمام. هعجنها وهوريها لكم. زي ما انتم شايفين كده انا خلاص العجينه خلصتها طريه ملسه، بس خلي بالكم انا عشان بشتغل بدقيق حبه كامله، لكن انتم ما تشتغلوا بدقيق ابيض هتبقى اسهل معاكم بكتير. الدقيق الابيض في عجنه اسهل من الدقيق الحبه الكامله، عشان ده بنفضل نعجن فيه كتير عشان ننشط الجلوتين اللي فيه. تمام، لان الجلوتين اللي فيه ضعيف خالص. تمام، فمعاكم في الدقيق الابيض ان شاء الله هيكون اسهل. زي ما انتم شايفين انا خلاص عجنتها. تمام، هعمل فيها ايه دلوقتي؟ هسيبها تخمر. تمام، هسيبها تخمر وهوريها لكم بعد ما تخمر. خليكم حبايبي معايا. حبايبي زي ما انتم شايفين اهي العجينه اختمرت. تمام، فانا هبتدي دلوقتي هاخد منها ايه قطعه عشان اوريكم الشكل اللي انا عايزاه، وهغطي باقي العجينه. حبايبي زي ما انتم شايفين كده انا دهنت الرخامه حبه زيت حبه سمنه. تمام، وهبتدي افرد العجينه. تمام، مش هحط لها دقيق. خلاص انتوا اكيد حفظتوا الخطوه دي. انا ما بحبش احط للعجين دقيق، مش كل العجين اللي تحط لها دقيق زي ما انتوا شايفين كده. طيب هتعملي ايه؟ هتيجي هوريكم معايا. انا مش عايزه افردها جامد اهي. تمام، هقطعها كلها بالطريقه دي وهوريكم انا هعمل ايه. حبايبي زي ما انتم شايفين بعد ما قطعتهم انا ديني ماسكاها بلفها كده. تمام اهي. وبعدين ده شكل شكل الشريط. هوريكم كذا شكل منه. تمام، ده اول شكل اهو زي ما انتم شايفين. هوريكم تاني، خليكم تاني معايا اهو. هوريكم واحده تاني. اهم حاجه نحاول نظبطهم كلهم قد بعض. تمام، زي ما انتم شايفين اهي. خليكم معايا عشان اوريكم اشكال تاني. زي ما انتم شايفين اللي من تحت اخر حته في العجينه بحطها من تحت زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. هخلي مسافه بين الاثنين عشان هسيبها تخمر. هخلص الكميه دي وهوريكم اشكال تانية. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين انا رجعت جبت عجينه تاني عشان اوريها لكم الشكل التاني انا هعمل فيه تمام، بس ما بفردوش قوي. تمام، هوريكم هعمل فيه خليكم معايا. زي ما انتم شايفين انا قطعت العجينه قطعتها نصين. هوريكم انا هعمل الشكل ده هوريه لكم. خليكم معايا. انا هحاول اقسمها نصين. المفروض هحاول اظبطها على قد ما نقدر. تمام، هبعد دي واشيل دي. هوريكم انا هعمل فيها بس نحاول نخليها خفيفه على قد ما نقدر. طيب هتعملي فيها شايفين دي كده اهو. هعملها زي نص دايره. هوريكم انا الشكل هيبقى عامل ازاي. نص دايره، مش هقطعها الدايره كامله، نص دايره اهو. هتك على النص بس بغطاء بغطاء ازازه. تمام، بس اهم حاجه احنا مش عايزين العجينه تكون تخينه، انا عايزاها رفيعه. تمام، هحاول اخلص العجينه انا كده. اديني هخلص العجينه وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. زي ما انتم شايفين انا شلت العجين كله وانا هعمل شايفين معايا اهي. هوريكم انا هعمل اهي. تمام اهي. يا رب تكون واضحه. ده شكل من ضمن الاشكال اللي عايز يعمله. تمام، مش عايز ما يعملوش. ده انا حابه بس اوريكم ان احنا ممكن نغير اشكال تمام. خليكم معايا هوريكم شكل تاني برضو حبايبي. هوريكم شكل تاني برضو. تمام، انا قلت افرد العجينه اهي.
في اشكال كتير للشريك، بس احنا عشان ايه بنعمل اشكال للاطفال طبعا بيحبوا ايه بس اهم حاجه انا عايزاها دي رقيقه، مش عايزاها مليانه شويه. تمام زي ما انتم شايفين. انا هوريكم بس ايه الطريقه نعملها ازاي، وبعد كده كل واحد براحته. هوريكم الشكل المتعارف عليه واشكال تانية كتير تقدروا تعملوها عشان الاولاد. تمام. انا جبت كوبايه اهي اهي. هوريكم ده شكل جديد برضو انا بعمله لاولادي عشان هم ايه بيحبوا الاشكال دي، واكيد اولادكم برضو نفس النظام بيحبوا الاشكال. تمام. هعمل ازاي؟ ادي اول دايره واحط عليها التانية واحاول ايه هلزقهم من بعض شويه، خليهم يمسكوا في بعض حبه زي ما انتم شايفين كده. تمام. اهم حاجه احنا عايزينها رقيقه رقيقه، مش مليانه. يا رب تكون واضحه معاكم في الصوره. تمام زي ما انتم شايفين كده. تمام. انا هدوس بس ايه عشان الزقهم ببعض. طيب هعمل ايه؟ هبتدي الف. تمام. هبتدي الفها اهو اهو. شايفين الشكل اهو؟ يا رب تكون كده واضحه. تمام. عشان انا ايه اللي عايز يعملها اصغر من كده تمام. انا برضو ايه اهم حاجه تكون الفكره وصلت. خليكم معايا هوريكم شكل تاني. زي ما انتم شايفين هوريكم برضو حاجه تاني عامله زي ايه زي الدنش كده برضو، مش عايزاها رفيعه. تمام. هحاول اظبط ايه الاطراف، وكله ده بلمه تاني وبشتغل بيه. تمام. كله بشتغل بيه تاني. تمام. بس عشان اظبط العجينه عايزاه زي الدنش. تمام. كمان هاخد طرف واتنيه كده، هسيب الطرف التاني، هاخد الطرف ده هسيب ده، هاخد الطرف ده واسيب ده، هاخد ده. تمام. ده شكل برضه، ده شكل كده عامل زي الدقش. تمام. وهعمل لكم شكل تاني زي البغاشه هوريه لكم. ده شكل. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين انا فردت العجينه عشان ما اخدش من وقتكم كتير برضو، مش هخليها مفروده جامد. تمام. زي ما انتم شايفين انا مش عايزاها مفروده جامد اهو حبايبي. زي ما انتم شايفين انا فردت العجينه اهي وهظبطها. هوريكم ايه الشكل ده كمان برضو اللي يحب يعمل اشكال. تمام. ما يحبش برضو براحته. انا وريتكم الاشكال اللي ايه اللي ينفع تتعمل. تمام. ايه الشكل هو عباره عن الشكل عامل زي البغاشه اهي، مربع تربيع، بس هو ده الشكل كده. انا وريتكم كده ايه الاشكال بتاعت الشريط. خليكم معايا بقى عشان اوريهم لكم اما يخمروا. زي ما انتم شايفين انا خلصت وخلاص هم اختمروا. فانا هبتدي دلوقتي حطيت لهم ايه، ما عنديش لبن، حته زبادي صغيره، وحطيت لهم شويه عسل زي ما انتم شايفين كده اهو. هدهن بس الوش بتاعهم كلهم زي ما انتم شايفين بالمنظر اللي انتم شايفينه. دي الشكل اللي قلنا عامل زي البغاشه. تمام. زي ما انتم شايفينه كده هدهنهم كلهم، هدهن الكميه كلها. ادي ايه الصاجات انا اديني ايه هبتدي ادهنها. انا بس حبيت ايه اوريكم شكله ما يتخمر، واحنا بندهنه بالراحه خالص عليه، وانا بدهنه بالراحه خالص عليه. تمام. بالراحه خالص وانا بدهن كده.